الخير. هاي، السلام عليكم. الغايب حجته معاه. يا مستعجل عطلك الله، اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. امثال شعبيه ظهرت بسبب الزحمه وصعوبه المواصلات. في كل دول العالم هتلاقي امثال ليها نفس المعنى بلغات مختلفه، الا الامثال دي عندنا احنا بس. يعني لو حطيتها على جوجل ترانسليشن هتلاقيه بيقول لك انت منين يالا. والجميل ان شبكة الطرق ووسائل المواصلات عندنا اتعاملوا بطريقة في منتهى الذكاء، بتخلينا كلنا مع بعض في نفس الوقت على قلب رجل واحد بنشتم. ما هو مش معقول يا ولاد انزل الساعة 7 الصبح من بيتنا عشان اوصل الاستوديو الساعة 7:30 بالليل، وبرضه اتأخر اوصل 8:30 9 الا تلت. دي حاجة بقت قوي. بس ليه حضرتك ابقى ماشي في طريق وفجأة يضيق 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 ويعمل زحمة ويقول لك اصل دي عضق زجاجة؟ ايه كمية الازايز اللي في الطريق دي؟ حضرتك انا سايق في شارع مش في تلاجة. ليه كل عربية نقل ماشية بطيء في الحارة الشمال، وراها واحدة ست راكبة عربية لادا سايقة على 30 في الحارة اليمين؟ امشي انا فين سيادتك؟ نعم، في النص. اور قوي. بقى هنا بتيجي اللحظة اللي بيقرروا فجأة بتاع اليمين يروح الشمال وبتاع الشمال يروح اليمين واروح انا الحرفيين. احنا بنسوق بالورب الا الميكروباصات بتسوق سمبوكسات. انت عشان تعمل مشوار مش محتاج تسأل تركب ايه عشان توصل اسرع، انت بتسأل عشان توصل اصلا. عشان كده لما تسأل اسأل متخصص، سبيشاليست. يس. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه، وكل اللي بيتقال لي هسلم. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه، وكل اللي بيتقال لي هسلم. صباح الخير يا بابي. صباح الخير يا اختي، ما انت يا انت تفتري. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا قلبي. انا نازله يا بابا. رايح الجامعة؟ ايوه عندي محاضره الساعه 3 العصر. دلوقتي 7 الصبح 3 العصر، يا دوب تلحق ان شاء الله. بابا انا كنت عايزه اقول لك على حاجه كده، كان في كده مشكله صغيره كده يعني. خير. بابا انا عايزه اروح اشتري حاجات من وسط البلد بعد الجامعه. النهارده مشوارين وعندك الساعة 3 هتلمنتي؟ ها؟ معلش يا بابا. تلحقي ازاي؟ شو انت مش عارفة انت فين؟ اعمل ايه يا رب؟ حضرات سيد الظباط، عصام شكري ميدو، تعالوا هنا حالا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. خير هيجي منين؟ خير سعادتك. مريم بنتي مالها؟ قررت انها تنزل وسط البلد تشتري شويه حاجات وعندها محاضره الساعه 3 العصر. المحاضرة يوم ايه وهتنزل وسط البلد يوم ايه يا فندم؟ مشوارين في يوم واحد. وسط البلد وجامعة عين شمس في يوم واحد؟ دي مهما كان بنتك ايه هانت عليك؟ هتنزل دلوقتي الساعه 8 الصبح، محاضره 3 العصر. هو ده التحدي اللي قدامنا حضرة الظباط. انا عاوز البنت توصل المحاضره بتاعتها قبل 8 بالليل. لكن يا فندم ملكنش. ايه اول مره ولا ايه؟ نسيتوا الثغره، حركه راس العش، موقعة التكاتك. فاكرين يا فندم، فاكرين، بس كل كوم ومشوارين لبنت سعادتك في نفس اليوم حاجة تانية خالص. انا عارف. المهم دلوقتي
أنا هوضع خطة محكمة. كل الإحداثيات والمعلومات اللي عندنا بتقول إن إحنا عايشين هنا في مدينة نصر، تحديدا في أول مكرم عبيد. ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا ساكنين في المنطقة دي. وفر علينا 22 يوم لو كنا ساكنين هنا في آخر مكرم عبيد. بس للأسف يا فندم احنا كده لسه في منطقة الخطر، منطقة العمليات، مدينة نصر. عندك حق، بس أكيد ربنا له حكمة في ده. الحمد لله على كل حال. مريم بنتي هتنزل تركب عربيتها وهتتوجه نحو وسط البلد. هيكون قدامها طريق من اتنين، يا اما تسلك كوبري اكتوبر اعلى طريق النصر وبعد كده تاخد الواصله في اتجاه عبد المنعم رياض، او يفضل استخدام محور صلاح سالم باتجاه كوبري الفردوس بربط نفق الازهر. في كلتا الحالتين بنتوقع ان احجام الحركه المروريه زايد الساعات الاولى من اليوم، كثافات مبرره ببعض القطاعات بسبب الاعطال الخاصه. اتجاه القادم من الاوبرا باتجاه صلاح سالم. بابا قصر يا بابا يعني وانجز، عايز ايه يعني قول. يعني من الاخر الاتنين هيكونوا واقفين وبالتالي العربيه مش هتنفع. طب ايه رايك يا فندم لو نزلت بالسكوتر؟ خدتها من على لساني. بالظبط، بس هي مش هتكمل بيه. مريم هتركب السكوتر وتاكل بيه نص زحمه صلاح سالم لحد كوبري الفنجري. حسام وعصام وميدو هتحموا ظهرها بالتورسيكلات تشكيله راس سهم. اما انت يا شكري هتاخد الهليكوبتر وتأمنها من فوق. معلش يا فندم سؤال، اتفضل. هو في هليكوبتر؟ ايوه. احنا بقالنا ساعة بنهري، انا شايف ان هي تروح بالهليكوبتر اسهل. بعد الشغل السكوتر بتاعتنا يا فندي. مؤاخذة يا فندم. بتقول اي كلام وخلاص. مؤاخذة يا فندم. انت بتكبر دورك، بتكبر دورك. بعد ما توصل لكوبري الفنجري هتنط من على السكوتر ترميه في الارض. حسام هتاخده عشان ده بتاعنا وتحطه على التروسيكل. يبقى عندك مهمتين، تحمي ظهرها وتحافظ على السكوتر. حاضر يا فندم. طب بالنسبة للأمراية بتاعتنا ست الكل، طب يدوم احنا نجيب لهم ليمون، نجيب شجره، مركب يا باشا. اوعوا لا تخرج معاكم وبتصرفوا. مريم بنتي هتاخد تاكسي عشان نكسب سرعه اسرع، سرعه اكبر. بس هي كده يا فندم داخله على ميدان العباسيه، يعني بقول يعني لو هي تروح المحاضره الاول وبعدين تبقى تروح مشوار وسط البلد. انت بتقول اي حاجه عشان تخلص. المحاضره العصر واحنا لسه الساعه 8 الصبح، يعني هي مش هتخش الجامعه دلوقتي خالص. صح. مريم هتركب كوبري العباسيه، اول ما تنزل منه هتلاقي الزحمه في وشها، وده بسبب حركه مشاة مرتفعه مصدرها محطه مترو دمرداش. هنا يا حبيبتي معلش هتضطري تنزلي تاخديها جري لحد محطه المترو. هركب مترو يا بابي؟ معلش، المثل بيقول لك المضطر يركب الصعب. طيب هحاول. مفيش محاوله، انت لازم تعيشي. هو في ايه يا بابا؟ اسمعيني كويس. بص يا انسه، هتطلعي على سلام المترو وهدفك الرئيسي توصلي لشباك التذاكر، وده هياخد منك وقت من 10 دقايق لساعه الا ربع. طبعا ده عشان البياعين الجائلين اللي قافلين السلم ده. ولو افترضنا ان انت فعلا قدرتي توصلي لحد شباك التذاكر وقطعتي التذكره من غير ما الفلوس تتسرق منك، يبقى ساعتها حلو جدا. ما تركبيش عربية السيدات لان اغلبها رجالة، تركبي اي عربية تانية وتنزلي في نقطة ميتة. محطه محمد نجيب الله يرحمه، ومنها تنزلي تتمشي لوسط البلد. طب وبعدين؟ مريم هتخلص في حدود 12 الظهر، والمحاضرة في العباسية الساعة 3 العصر. لا بقى يا فندم، ده انا سكت على الاولانيه وعديتها لك، مش هعدي لك الثانيه. توصل من العباسيه لمدينه نصر في 3 ساعات؟ ايه ده وقت قصير قوي، ولا انت عشان لو هتصدع دماغنا؟ خلصت؟ اه. يبقى ركزوا معايا. مريم هتاخد تاكسي ابيض، وبالتحديد من طلعت حرب، وتطلب منه يوصلها جامعة القاهرة.
بس انا جامعه عين شمس يا بابا، مش جامعه القاهره. انا عارف انك في جامعه عين شمس. انت هتقولي له جامعه القاهره لان هي هنا والوصول اليها سهل من 3 حرب. لكن ميزه التاكسي الابيض انه هيلف بيك الجمهوريه قبل ما يوصلك عشان يكبر زمن الرحله، فهيضطر يسلك شارع رمسيس لغايه ما يوصل للعباسيه مرورا بجامعه عين شمس. انت عند قرب الجامعه هتقولي له من فضلك يا اسطى اقف ثواني، انا نسيت الاشارب بتاعي في البيت ولازم اروح حالا عشان ادي لبابا الدواء، وتنزلي وتحاسبيه. تخشي الجامعه بتاعتك. ميرسي ليك يا تاكسي. يا بابا حضرتك ما قلتش انا هرجع ازاي؟ يلا رجاله، يلا وحوش. يا بابا هرجع ازاي يا بابا؟ تمام يا فندم. انت عارفه انا بحبك ولا لا؟ هو في ايه يا بابا؟ وعديني انك عمرك ما هتنسيني. رجاله حطوا مريم على السكوتر. لا يا بابا لا، لا والنبي يا بابا الاسكوتر لا يا بابا. يا بابا الاسكوتر الاسكوتر لا يا بابا. يا بابا خدوا على الراجل ده. سارة ابتديت اتعلق بيها. وحشي اما اكمل في طريق